كان يا ما كان على محكا وناس زمان. هذا السي فتح الله، واحد من العيان ديال البلاد. كان بخيرو وخميرو، شبعان ذهب وكنوز، وحتى هو كان كريم واصلو طيب، يصدق ويعطي وما يحسب حساب. فقراء المدينة كلهم كيعرفوه من كثرة الزرود اللي كيدير ليهم، وباب دارو كيقصدو القريب والبعيد. كان فتح الله مزوج وعنده بنت وحده هي ضو عينيه والشمعة اللي منورة ليه حياته. رباها وما نقص عليها خير، وقراها على يدي العلماء حتى تفقهات في الدين والعلوم. ايوا يا سيدي الباتول، من بعد سنين كبرات وولات في سن الزواج، وحتى واحد ما دق في الباب وخبها من الاغنياء ديال البلاد. البنت كان فيها كل شي زين، العقل والتباتة والحكمة، وحتى الطياب وشغل الدار تعلمت ليه، وخا عندها الخدم اللي قايمين بيها وبالقصر. ولكن الباتول ما كانتش زينة، عطاها الله كل ما تمنت البنت في سنها الا الجمال، وهذا الشيء اللي خلى الشبان الاغنياء ما يطلبوهاش للزواج. وحتى اللي قل منهم من التجار والفقراء اللي جاو طالبين وراغبين رفضهم باها، حتى داروا من ناقص من الاول. السي فتح الله كان كيتسنى غير وقتاش يزوج بنته، عيا ما يتسنى حتى واحد ما دق وما سول. ونهار على نهارو سنين كدوز، والبات واللي في سنها ولدو وولادهم كبروا. بنتي الباتول، جلسي في الدار ولا تبقاي عليا خطيبيطي عند صحابات، غير كنتونس معاهم. ابا القصر كبير وما عندي معاه من ندي ونجيب في الهضره. جاوبها السي فتح الله: انتي عارفه بنتي، البنت غير كيوصلها سن الزواج ما بقى لها خروج من الدار حتى تمشي لدار راجلها. وانا كنت ميك عليك شويه ونقول معليش خليها مره تمشي عند صحاباتها ويجيو عندها، ولكن كثرتي عليا بنتي. من اليوم ما بقى لك خروج، وحتى صحاباتك ما بغيتهمش يبقاو يجيو عندي في باب القصر. هادشي اللي عندي. كانوا الناس في ايام زمان البنت لو وصلت لسن الزواج ما تدخل ما تخرج، تبقى جالسه في الدار باها حتى يجي نصيبها وتمشي لدار راجلها. الباتول دارت بكلام باها وبقات في القصر، كتنقل من بيت لبيت، عيات ما تشغل راسها في القرايه وحتى بشغل الدار، لكن ما كان عندها معاه من توانس. حتى باها ما كيجي من خدمته حتى المغرب. بقات البنت على هاد الحال ايام ويام. الشهور كدوز والباتول غير جالسه، وعقلها تيدي ويجيب، وهي عمرها تيدوز كيتحرق كالشمعة، وما شفع عليها مالها ولا حتى باها اللي من عيال البلاد. كانت الباتول فين ما كتدخل لبيتها وتجلس، كتجلس حدا الشرشم وكتحط لتامها على وجهها وتطلل غير من الجنب. كتبقى مقابله الناس اللي غاده واللي جايه، تميز هذا من هذا، ها اللي حوايجو نقيين، ها اللي حوايجو مسخين، ها اللي غادي زربان ولا خرب شويه عليه، واللي واقف واللي كيطلب. ومره تترمي الهضره لواحد من الناس اللي دايز. بقات على هذا الحال حتى سمعاتها المراه اللي مخدامه عندهم في الدار. المراه ما سترت ما شافت، مشات عند باها وقالت ليه: سيدي بغيت نقول لك شي هضره. اش كاينه يا منى؟ لالا الباتول مالها؟ شفتها سيدي اليوم جالسه في شرجم بيتها، دايره لتامها على وجهها وحاضيه اللي غادي واللي جاي، ومره كترمي لهم الهضره. ايه واش كتقول؟ اسيدي اللي شافت شي حد نقي ولباسو متول كتقول ليه مرتك مهليه فيك، والا شافتو موسخ ولباسو مهلهل كتقول ليه هذا من مرتك، وإلا شافت شي واحد غادي بشويه مركز وثقيل كتقول هذا من مرتك. الباتولة سيادي كانت كتشوف المرأة هي اللي كتحرك الراجل، يا اما تزيد به القدام وحالته تزيان، واما يرجع اللور ويشوف غير الندامه. السي فتح الله تعجب من الكلام بنته، وقال مع بالو اش هاد الهضره. بنتي زعما المراه هي اللي تعلي بالراجل وهي اللي تطيحو؟ صدمتيني فيك يا بنتي، انا درت هاد المال كله بعرق كتافي، واخا ورث من با، ولكن انا اللي خدمت عليه حتى نميتو وكبرتو. امك ما عطاتني ما نقصت عليا حتى مشات عند الله. منين بنيتي جبتي هاد الهضره اللي ما ليها لا اساس ولا راس؟
سي فتح الله دار راسو ما عارف اش كدير بنته وخلاها على حالها، ونهار للنهار كيفكر شنو يدير باش يختبرها ويعرف سر كلامها، وهي اللي ما خطبها حد سنين هادي، وقرر يا الحباب باش هو اللي يقلب ليها على عريس ويكون فقير وكسول وفيه عيوب الدنيا، ويشوفها اش غدير معاه. هاد الشي اللي بان ليا، وديك الساعات نشوفو كالباتول واش غادي تبدليه وترديه همه وشان ولا غادي يبقى هو. وهكذا كان. الراجل صفة الخدم ديالو يقلبو على افقر راجل في هاد المدينة، كسول وما كيخدم ما والو، من غير لا قالها له راسو ويلا دراتو كرشو بالجوع، ما ينقي دارو وما يتهلا في حالته، والحاصل تا حد ما يقبل يزوجو بنته. وبعد وقت قليل رجع الخادم بالخبار. لقيت سيدي اللي كتقلب عليه حمود الحمال، غتلقاه ديما ناعس في الكوربات اللي في السوق. قال ليه سي فتح الله بغيتك دابا تمشي وتجيبو ليا. هي الاولى سيدي. خرج الخادم وقصد الشاب وطلب يمشي معاه عند سي فتح الله حيت بغاه في شي غرض. الشاب مشى مع الخادم، هو كيظن ان الراجل باغي يصدق عليه ولا يعطيه شي متاع. اما الزواج فعمرو طاح لي في البال وخا حتى في المنام. ايوا وصل حموده عند سي فتح الله، دخل عنده الحانوت، رحب بيه وضيفو، وباش يحيد منه الدهشه والخلعه ترفق معاه في الكلام ودواو هو وياه في شي مواضيع. شويه ويقول ليه سي حموده انا عندي بنت في سن الزواج، تقدموا ليها شلا رجال، ولكن تا حد ما فيه الشروط اللي باغي، ومني قلبت وسولت اختاريتك انت السي حموده لامانتك وعفتك واستقامتك، وهذا الشيء هو اللي باغي في نصيبي والحمد لله لقيته فيك. اما الفقر كلنا فقراء عند الله، الغني اليوم يولي فقير بين يوم وليله، ودوام الحال من المحال. الشاب طمأن لكلام الراجل حتى هدرتو مسموعه وحجرته ثقيله في البلاد، وقال مع بالو واقيلا السي فتح الله كيتفلى عليا ولا باغي يقضي بيا شي غرض ويرميني. زعما هادشي بصح اللي كيقول اختارني حيت انا متقي الله؟ لا 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 لا، وقيلا شي حاجه تما. انا ما عندي ما نخسر الا ما صدقش هاد الزواج كلها ويش طريقه. تلفت حموده عند فتح الله وقال ليه الله يجازيك بخير سيدي على كلامك، والله يجيبنا في الصواب. قال ليه السي فتح الله اذا انت موافق السي حموده. الشاب حنا راسو وقال واش غادي نقول لك سي فتح الله، الله يجعل كل شيء مبارك ومسعود. اي والله يتاويكم بالخير وليدي. في العشيه بغيت دوز عندي للدار. امين السي فتح الله، ولكن كيف ما كتشوف الحاله ضعيفه وما عنديش صداق اللي يليق بمقام بنتك. قال ليه السي فتح الله انا وليدي ما مزوجكش بنتي من اجل المال، ولكن لدينك وعقلك وهما الاساس. اعطي غير اللي تيسر واللي تقدى عليه. الشاب بقى غير كيشوف، ما عرف راسو فايق ولا تيحلم. رجع الحباب حموده للدار وشرى حوايج على قد الحال لمرتو، جمع الحوايج في رزمه ولبس جلابه قديمه وقصد دار سي فتح الله. مني وصل استقبلوا عائلة سي فتح الله بالتمر والحليب وفرحوا بيه وما خلوا من جهدهم معاه. عطاهم الرزمه وفلوس صداق الباتول. شد سي فتح الله فلوس صداق وفرح براجل بنته، وكتبوا العقد وداروا حفله غير بيناتهم حضرها القليل من الصحاب والحباب. اما الباتول قبل العرس خبرها باها بالفقر اللي فيه الشاب والحاله اللي هو عليها وباللي هو موافق عليه. ايوا اش بان لك بنتي اللي درتيها با؟ انا موافقه عليها. ايوا الله يجعل كل شيء مبارك ومسعوده بنتي. ايوا حموده هذيك الليله كانت ليه كيف المنام اللي ما بغى يفيق منه. فتح الله امر الخدم يلبسوا للشاب لباس جميل وبان فيه كي شي امير، ونقصوا له من لحيته وشعره ولا في اجمل صوره. كمل الحفله مع الضياف. حموده يا سيادي واخا كان فرحان لكن كان عقله ما صدق والشك ما مخليه مرتاح. الحفله كلها هو تيقول مع بالو يكمل بنت فيها شي عيب وباغين يستروها وقالوا زوجوها لهاد الفقير ونسدوا ليه فمه. لا 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 لا،
سي فتح الله ما يديرها، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وغير سالت الحفله دا حموده مرتو للدار اللي كانت كلها مسخه ومشقه وحيوطها غاملين. دازت الايام والبات والفدا راجلها قايم بواجبها، نظفت الدار وسدت شقوقها وعاودت جيراتها وصبطت كاع الغطو والفراش اللي كان في ديك الدار، ولات ريحه النقا تتشم من الباب. الشاب كان فرحان بعروسته ومهلي في راسو، لكن مع الايام رجع كيف كان، ولا فين ما ولا كينعس وما كينقيش حالته وحوايجو ديما موسخهم. لكن الباتول كانت واقفه عليه كيف الشوكه في الحلق. حموده هكذا الحوايج لبسهم وارى لي هادوك نصبنهم. لا 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 لا، غير خليهم ما فيهم والو. عرفت حموده ما فيهم والو، غير هاك لبس هادو. الجامع كيبغي الانسان يكون نقي باش ما تأذيش الناس اللي حداك. واخا لا لا، اري دوك الحوايج. الباتول بقات عليه بهاد الهضره، وحيد هادي ولبس هادي. حوايج النعاس بوحدهم وحوايج الخروج بوحدهم، حتى الخدمه حوايجهم بوحدهم. حتى ولا حموده يتعود على النقا والنظام وحالته تنقات، والكسل اللي كان فيه بقى غادي وكينقص. لقى في الباتول كل ما يتمنى الراجل في مرته، والحمد لله والشكر لله على هاد النعمه اللي ما كانت لي على البال ولا الخاطر. حمدتك يا ربي وشكرتك. يمكن دعا لي شي واحد من والديا في وقت الاستجابه، ولا درت شي خير وخرج ليا دابا، وجزاني عليه الله بهاد المرة الطيبة. حمودة والباتول عاشوا السعادة وراحة البال وخا الفقر. كانت الباتول قانعة ونفسها شبعانة وراضية بقسمة مولاها. الشاب حمودة كان مخبي شي فلوس منها، كان كيصرف ديك الايام كلها. جا واحد النهار اللي ما بقى ليهم باش ينقيو سنانهم. حموده بيت المونه ما بقات فيه حتى حفنه ديال الزرع، فين خرجت رزق الله واللي جبتيه كافينا باذن الله. جاوبها حموده، انا ما عندي كتاف الخدمه الباتول، قليل فاش كنت كنخدم، غير منين كانت حز ولا كدرني الجوع. هادشي حموده مي كنتي دراسك، دابا عندك مسؤوليه وواجب عليك تخدم، ولا بغيتينا نموتو بالجوع اولا نمدو يدينا للناس واللي يسوى واللي ما يسواش. انا حموده ما نرضى نمد حتى لبالي ولدني. خرج وعري على كتافك، حتى حد ما احسن منك. واخا الباتول غير صبري، الله اللي خلقنا غادي يرزقنا. ايه ونعم بالله، ولكن السما ما كتشتتش الذهب والفضه. نوض عري على كتافك ودير الاسباب حموده. خرج حموده يقلب على خدمه، بقى غادي حتى لقى شي صحابو مجمعين في باب السوق. مشى عندهم وجلس معاهم، وبقاو يديو ويجيبوا في الكلام الخاوي اللي ما فيه نفع. وغير بدا يتمسى الحال رجع حموده للدار، يد وراه ويد القدام. مدرا لقيتي شي خدمه؟ لا الباتول، شفت شي صحابي مجمعين في باب السوق، جلست معاهم حتى مشى لينا الوقت وهادي رجلي من عندهم. الباتول غضبات عضات على يديها وصبرات. واخا حموده واخا، وعطاتو شي تمرات معلمه كلاوهم ونعسو. في الغد الباتول عاودت ليه نفس الكلام. كان الراجل ما عاطي قيمه لكلامها. اسمع حموده، الا خرجتي ورجعتي بيدك خاويين غادي نرجع لدار با، وعمرك باقي تشوفني، واللي جمعنا يفرقنا. ايوا دابا سير حموده الله يسهل عليك. الباتول كانت غضبانه وكلامها ليه ما كان تهديد. حموده كان واقف مصدوم قدامها، حاني راسو ولسانه منطق بتا كلمه. خرج من الدار والطريق كلها هو تينقر. انا مالي على هادشي كامل، كنت هاني وحتى حد ما كيديها فيا، حتى جبت الهم لراسي. لكن اش غادي ندير؟ ولفتها وحياتي تبدلات معاها، وعاد حسيت بالقيمه بعد ما كنت مكروه عند الناس. لا الباتول هي اللي حياتني وبدلاتني وعمرني ننسى خيرها عليا. حموده يا سيادي مشى بجرية للسوق ودار على الحوانت كلهم كيطلب خدمة، ووقف في راس السوق وتينادي اللي بغى يحمل ليه متاعو. بقى على هاد الحال النهار كله حتى يأس وقال صافي الباتول طارت من بين يديا. جاء سيادي الفراج، وقف راجل كبير وطلب منه يحمل له الصخرة لدارو. حموده فرح
هز داك الشي ومشى مع الراجل الكبير حتى للدار وعطاه شي بركة قليلة، شدها وهو طاير من الفرحة. قصد المطحنة، شرا حفنة ديال الشعير ورجع للدار. انا الباتول، هاد الخير من عرق كتافي، والله شاهد عليا. قالت ليه الباتول: الله يجعل البركة حمودة، هكذا نبغيك، الخير جاي القدام، ثق في راسك وزعم، الله تيقول سبب عبدي وانا نعينك. حمودة مع الايام ولا في الخدمة، وكان كل نهار كانت كتزاد يوميته. اما الباتول فكانت هي اللي شاده المصروف ديال الدار، كتصرف الحد والقد وكتخبي الباقي، حتى ولا الشاب باغي يخدم كتر ويزيد في المدخول. خدم حمودة شلا خدامي وعمرو قال لا، اللي جات كيقول عليها بسم الله، والمرا مزيرة معاه في المصروف، حتى زادت الشهور وجمعوا قدر من المال وشراو به دار صغيرة احسن من اللي كانوا فيها. الباتول كانت مخبية شي بركة وعطاتها راجلها، دار بيها بيعة وشرية على قدو، والله كمل ليه فيها، حتى ولا يسافر ويجيب السلعة ويفرقها على الحوانت. في هذا الوقت كانت الباتول كتشجع فيه وموفرة ليه الهنا وراحة البال، والمشاكل بيناتهم ما كان ليها مكان. وغير دار العام كانوا جمعوا الفلوس اللي تشري لهم أرض بغلتها. وهكذا كان مشى حمودة اتفق مع مول الجنان وشراه من عنده، ولا هو اللي واقف على الجنان ومكلف بالخدامة اللي فيه. اما سي فتح الله غيجلس مع بنته وسولها كيفاش دارت بدلت راجلها. اش غادي نقول لك ابا، كل واحد فينا عاطيه الله الخير في قلبه، خاص غير اللي يعرف يحرك هذا الخير وينميه، الا ما نفعش اللي تنفع القصوحيه، ومع الصبر كل شيء يوصل. حموده بعد ما تبدلات حياته خاف لا يمشي ليه كل شيء بين يديه، قاوم واخا كان كل شيء كيرجع باللور، كنت كنشجعه وكنزيد به القدام وما كنخليش ليه فين يتلاها. وملي عرف بلي الفلوس اللي بعرق كتافو جابت ليه دار جديده طمع وبغى يزيد القدام، وما ارتاحوا هنا ليه البال حتى ولا هما وشان، والناس تيتشاوروا عليه وتيقول نهار تزوج نهار تبدلت حياته. قالوها با ناس زمان، الرابح من المرأة والخاسر من المرأة. الله يكملك يا بنتي بعقلك، امك كانت بحالك عمرها نكدت عليا، ونهار تنتحز تنشاورها وما نعطي سر لحتى واحد من غيرها، شفت معاها الخير الكبير يا بنتي. حمودة من بعد سنين ولا من التجار المعروفين وكل شي ولا كيتيق فيه، وعاشوا هو والباتول في سعادة. ومن هنا سالات حكايتي اللي مشات مع الواد وبقيت انا مع الناس الجواد.